موجز لأهم الأنباء أقدمها لكم أنا ديالا خلف من بريس 23. الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع والحماية الذاتية في مدينة عفرين في ريف حلب ينفي ما نشر مؤخرا في بيان من جيش الشمال التابع للمعارضة السورية المسلحة، والذي تحدث عن اغتيال أحد القياديات في قوات حماية الشعب. مقتل مدني جراء انفجار لغم أرضي عند حاجز النظام السوري قرب مدينة القامشلي. اجتماع فيينا حول سوريا يختتم أعماله دون تحديد موعد استئناف جنيف. أكثر من 60 قتيلا في تفجيرات في بغداد اليوم. أنقرة تنوي رفع الحصانة عن نواب أكراد. قوات سوريا الديمقراطية تبعد مسافة 3 كيلومترات عن محافظة الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. الحكومة السورية المؤقتة تنتخب جواد أبو حطب رئيسا لها خلفا لأحمد الطعمة.